الزوجة ديال كتحذف التصاور ديالها مع رجلها، الزوجة في المواقع، والفتاة تتراجع على أقوالها، وهناك سوء تفاهم في الأمر. يا ويلي واحد يا ويلي، هادشي البال هادشي، لا حول ولا قوة. السلام عليكم الاخوان الاخوات، السلام الله عليكم اجمعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. هيهاتي نتوما هيهات الانسان اللي كيقلب على المشاهده باي طريقه. كما كتعرفوا ان اليوم الجمعه اشرف حكيمي، يعني من بعد شويه هنا باش نتصور، اشرف حكيمي اليوم يعني توجد ليه التهمه ديال الاغتصاب من المدعي العام. ما عندوش الحق انه يتواصل مع البنت. دابا راه كتعرفوا الاشراف القضائي اليوم الجمعه، الاربعاء كانت عندهم هي، الجمعه كاين هويا، وطالما كاين هو اذا كلام ديال السيده يعني ما غاديش نقول كلشي بصح، ولكن على الاقل التواصل ديال الانستغرام راه واجد. اذا السيد كيعرف السيده ولم يعني يتابع لا باريزيان ولم يتابع قضائيا حتى شي واحد، فقط التزم بالصمت، والمحاميه ديالو نفات هادشي اللي كان كيتقال. واصلا يعني هو دابا عاش قال لك لا راه قضيه فيها الابتزاز، ولكن النهار الاول فاش خرج خبر تشهير خصك تخرج وترفع دعوه. تكلمنا في هذا الموضوع بحكم من هذا الشيء هذا ديال الفن وديال الرياضه وما نعرف شنو المشاهير. عندي لكم بعض النقاط بغيت نشاركها معكم. لقيت واحد الفيديو غادي نشوفوا الفنان عزيز داداس، هو الروخ. كتعرفوا الروخ؟ تعقلوا هذا الفيلم ديال الروخ اللي داروا ديال خيتي اللي شدا من شعره وكيقول لها شواف اويك شواف، عقلتوا؟ شوفوا هذا الفيديو. واش تبغي يا مرفيتا نجي معاكم؟ بس شكون هذا؟ شكون هذا بنت عزيز؟ شكون هذا؟ الحلو شكون مرفيطة؟ دار شي مشكل هذا؟ سميتو نبيل الحلو، ولكن واش عنده شي مشكل هذا؟ دار شي فضيحة؟ هضر معايا صاحبي، راه الناس كتفرج. هذا اش دار؟ شي حاجة ماشي شي حاجة عادية. ندوز الاخوان كنعتذر، كملوا نتأكد بعداك. تفضل. المطبخ نعطيو يد الله في تهيئ هادو الكفتة. لا أنا ديما تنبغي نكفت بوحدي. لا أنا لا شلا حرام عليك يا مرفتها تبقى ديما كتكفتي بوحدك. حتى حنا خصنا نتناوبو على هاد الكفتة. لا أنا ديما تنبغي نحكم بوحدي. أنا ديما كنبغي نحكم بوحدي. واحد ما يحكم معايا، واحد ما يحكم معايا، واحد ما يحكم. هادشي ندخلو الناس بالفلوس؟ واش هادشي دار في المغرب؟ شوفوا داداس حسن. عرفتي علاش ما بغيتش نمشي ندير الافلام؟ حيت ما تنحملش نخدم مع شي قرد بحالك وجاي دير امك بحال الكسال. تتسواج ديال امك بصلاندا، شتي انت بريزرفاتيف ما كتسواش. انت المس الاول صافي باش دير امك نخدم معاك. انا نحط ديال امك قدامي في الجينيري، سميتي لاصق ليا مع سميتك نموت نمشي نبيع الكبال انا وما نخدمش مع طاسيل تمك. دوروا معاكم ملي كيهضر ديال امكم وليتو بحال الباترونات اللي دار الفلوس اللي شاركين واحد. طلع عاد دير امك واجي يقلب عليها الله يلعن فوق. هذا هو الفن المغربي. كيفاش بغيتيش حتى الفن؟ شوف الفن كيفاش كيتحاور مع الناس وحتى واحد ما كيدير شي حاجه. يعني الشعب المغربي ما كيقول والو على هادشي اللي كيشوفوا، يعني هذا الخنز وهذا الفساد وهذا العهر، وبغيتي المجتمع يكون مزيان، يعني كوارث. على اين نخليكم مع الفيديو، ماشي فيديو غنقرا لكم ولا نقراو حنا كاع ديريكت دابا هنايا. اشرف حكيمي المتهم رسميا بالاغتصاب، ووضع لاعب باريس سان جيرمان تحت الاشراف القضائي بينما يتحدث محاميه على محاوله الابتزاز. مزيان كنشوفوا هنا اشرف
حكيمي كيقول لك هنا بعد اسبوع من الاجراءات حول القضيه التي نشرتها صحيفه لي باريزيان حول الشكوى التي قدمتها الشابه ضد اشرف حكيمي بتهمه المزعوم، وجه قاضي التحقيق الاتهام الى جناح باريس سان جيرمان ووضعه تحت اشراف قضاء. في البداية ذكرت الضحية المزعومة أنها لا تريد تقديم شكوى بل الإدلاء ببيان عن ميتو، ومع ذلك دفع مكتب المدعي العام في نانتير القضية إلى الأمام. وبعد إعلان يوم الخميس الماضي أصبح التحقيق في أشرف حكيمي في عين الإعصار. بعد يقول لك أن تعود الأحداث عارفينها ديال 23 فبراير في لقاو العثور على شابة في منزل اللاعب في إفادة صاحبة الشكوى. كانت ستصف الى ان حكيمي كان يعني كيعتدي عليها كذا كذا. ارسل الى صديقتها، المهم الصديق ديالها كان ياتي للبحث عنها. كتعرفوا الترجمه ديال جوجل. اظهر باريس سان جيرمان دعمه للاعب في جميع الاوقات. النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشده الاتهامات ويثق في نظام العداله. باريس سان جيرمان مؤسسه تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب. وبالمثل صرح محامي اللاعب في جميع الاوقات الاتهامات هي جنح، يعني الاتهامات هي جنح، بالاضافه الى القول ان اللاعب كان هادئا دائما فيما يتعلق بالقضيه. المهم هادشي اللي كاين هنايا، تدريبات الى اخره. بقاو يتكلموا على ان من غادي يكون جالس الصحافه ما خصهاش تسولوا في هذيك المسائل وان العداله وهذه وديك. نشوفوا الخبر الثاني اللي هو ديال فراس 24 كيقول لك توجيه تهم الى نجم المغرب وسان جيرمان اشرف حكيمي. مكتب المدعي العام فرانس بريس. هنا نشوفوا ثاني اشرف كما كتشوفوا الخبر ديال اليوم ماشي ديال البارح ولا ديال البارح. وجهت الجمعه اللي هو اليوم تهمه الاغتصاب الى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي اشرف حكيمي حسب ما افاد مكتب المدعي العام في نانتير الضاحيه الغربيه للعاصمه باريس وكاله فرانس بريس. هنا كيقول لك استجوب المدعون العامون الخميس حكيمي بعد اتهامات من امراه تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها في ملعب اللاعب في بولونيا بلانكور في يعني 25 فبراير الماضي. وقال المدعون ان رقابته القضائيه تمنعه من التواصل مع الفتاه، ومع ذلك فهو مخول بمغادره الاراضي الفرنسيه، يعني يقدر يمشي ويجي فيما بغى. ووكلاء التحقيق الاولي الذي فتحه المدعي العام في نانتير الاثنين الى قاضي التحقيق. كيقول لك لم ترد محاميه اللاعب فاني كولان باقي ما رداتش على الاتصال من وكاله فرانس بريس، يعني هي ما جاوبتش على هذه الجريده، علما انها اكدت لصحيفه لو باريزيان الثلاثاء ان الاتهامات كاذبه. يعني ما رفعش هو دعوى على لو باريزيان، ولكن المحامي كتقول هادشي كاذبه، وان حكيمي هادئ وتحت تصرف العداله. يعني كان ممكن يرفع دعوى ولكن ما بغى يدير والو. واستمع المحققون الشابه الاربعاء حسب ما افادته مصادر مطلعه. الاربعاء تصنتوا لها، الخميس تصنتوا ليه، واليوم سمعنا الخبر. وقالت محاميه المدعيه راتشيل فلور باردو ديال السيده اللي رفع الدعوه، ماشي رفع الدعوه لكن اللي دابا مولات الفيلم لفرانس بريس: لقد اخذنا علما بقرار الاتهام، موكلتي تحافظ على كل اقوالها، لقد اختارت التحدث الى العداله حصريا ولا ترغب في نشر القضيه خاصه حفاظا على سلامتها. فهمتوا؟ يعني هي ما عندما ما بغات تهضر مع حتى شي واحد، بغات تهضر مع العداله ديريكت، ما بغات تطلق معاه ولا هادي ولا ديك. هي المهم الهضره ديالها بغات تقول لك ما بغاش تهضر مع الناس كاملين، بغات تهضر مع المحكمه. واش فيس تو فيس امام القضاء، ما بغاش دير الشهره ودير البوس. اليوم من هذا حتى واحد ما شاف الوجه ديالها، حنا باقي دابا ما عرفناش الوجه ديال السيده كي دايره الى اخره. كاين واحد النقطه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها اللي هي مهمه بزاف، وكنظن ان المغاربه الاغلبيه ما عارفينهاش، مهمه لواحد الدرجه ما تقدرش تخيلوها. قضيه ديال في ديسمبر في نظن يناير فبراير 2019 كنت ديجا درت واحد الفيديو على واحد مجموعه ديال المغاربه كانوا حارقين ما عندوش اوراق في صاباديل، واحد المنطقه تابعه لبرشلونه، وتما وقع واحد الاغتصاب ديال واحد الفتاه عندها 18 سنه. تكلم في ديك الساعه كانت في القناه ديال راي امبرا، ماشي القناه هذه، وكانوا ناس ديال برشلونه منهم واحد السيد اللي كان ديما شاد نويه ديما الكونطري، علاش هو كان ديما كيعطي داكشي كذوب وتخربيق. انا كنت ديما كنفرش داكشي اللي كان كيقول العكس، لا من القوانين ولا بزاف د الحوايج والحريق والروينه وهادي وطرطق الديور وما نعرف شنو. كان كيبغي يعاون المغاربه بطريقه اللي هي سهله واخا فيها انهم يضيعوا انفسهم. فداك الشيء اللي وقع بيني وبينه في الاحتكاك كان هذا الموضوع هذا اللي هو اصلا في واحد الوقيته قال لا هذا الشيء راه يكونوا جزائريه، ثبت انهم مغاربه للاسف. والغريب في الامر ماشي الغريب في الامر ان الان اخيرا يعني بعد ما داز دابا تقريبا 4 سنوات ما كاملاش اللي هو سخون وديال الانف وطنجه. هذا هو الموضوع اللي تكلمت عليه.
ديال كيقول لك برشلونه المحكمه العليا ترفع الحكم على ضحيه ساباديل الى 28 سنه سجنا. ايدت غرفه هادشي راه 2 مارس، ايدت غرفه الجنايات من المحكمه العليا استئناف النيابه العامه ورفعت الحكم على المتهمين من 13 سنه ونصف الى 24 عام سجنا نافذا بالنسبه للمتهمين 2 بتهمه التواطؤ دون ارتكاب الفعل مع تبرير المحكمه. تخيل معايا بنادم غير متواطئ 13 عام ونص حتى 24 عام. من بعد عندنا من 22 سنه الى 28 سنه سجنا نافذا لاحد مرتكبي الجريمه الثالث، احدهما هارب والاخر مجهول. اذا عندنا 6، 2 اللي هرب، واحد هارب وواحد مجهول، وبقاو 4 هما دوك يتحكموا، وواحد فيهم قال لك الافراج على المتهم الرابع هو اللي مشى بحاله لان ما لقاو عليه والو. وتعود تفاصيل القضيه اللي تحولت الى قضيه راي عام اسبانيا في بدايه فبراير 2019 عندما تعدوت 6 ديال الناس على هذه البنت اللي عندها 18 سنه، اختطفها الفاعل الرئيسي المغربي الجنسية والمسمى محمد ألف، يمكن ما قالوهاش، من الشارع في وقت متأخر من الليل. باش تعرفوا القانون ديال اسبانيا، علاش ديتي شي وحده بالليل شنو وقع لك. وهذا كلهم بلا وراق. واخذها الى مستودع مهجور بصباديل، احدى اكبر البلديات التابعه لبرشلونه، حيث تناوب على بالقوه 3 اشخاص تتراوح اعمار ديالهم ما بين 25 و 30 سنه، يعني ماشي براش، الناس بعقلهم. وحسب تقارير اعلاميه كلهم مهاجرون مغاربه في وضعيه غير نظاميه، يعني حراقه للاسف. بالاضافه الى مرتكب اللي دار المشكله هذا الرئيسي محكوم عليه 28 سنه سجنا. هناك شخصان شريكا في الارتكاب ديال هذه المصيبه هذه، واحد فيهم راه هارب من العداله وخرج في مذكره البحث الدوليه، يعني فيما كان غيجيبوه، فيما الاخر مجهول الهويه لحدود الساعه، ما عارفين شكون هو. فانا كندير واحد النداء ياك الجمعيه اللي غادي تمشي لباريس، المغاربه ديال فرنسا والمغاربه ديال اسبانيا ياك، وبغينا لك المغاربه ديال فرنسا حتى هما يجيو ديال اسبانيا، وبالاخص السكان ديال اسبانيا والناس ديال اليوتيوب ديال برشلونه ياك، الناس ديال اليوتيوب ديال برشلونه وتا ديال مدريد اللي هما اصحاب برشلونه، وسيروا ديروا تنديد وقولوا هادو وليداتنا وباقيين صغار وكيفاش، وهذاك مسكين راكم عارفين، وعاونوهم ووقفوا معاهم. وهذا راه دليل ان اسبانيا كتضرب في المغرب. حشومه لان كاين مراكز ديال الاحتواء ديال الاطفال، مراكز السنتر ديال الدراري الصغار حتى هما وقعوا لهم مشاكل اللي حنحنوها مشاكل كيوقعوا ديال التحنحين. والمغاربه ديال اليوتيوب وديال اسبانيا ما كيهضروش في هادشي كامل، حيت الوليدات فعلا المغرب كيجري عليهم بواحد الطريقه غير مباشره للظروف. وحنا واخا ما عندناش حرب ولكن عندنا حرب نفسيه، حرب اقتصاديه، والكبير كياكل الصغير والقوي كياكل الضعيف. ولكن علاش هاد الناس ديال اليوتيوب ديال برشلونه ما غاديش يهضروا في هذا الموضوع هذا، يقول لك ودي السيد باش صبادين؟ علاش؟ لان عارفين ان الادله قاطعه وان هادشي وقع، ماشي حيت كويري، انا حيت مغني، انا نبي، لا. بالاخص اللي كيغني وكيخربق. الغنى شنو موراه التقوى، كتصلي الفجر، كتصلي بالناس، كتعلمهم التسبيح، كتعلم. هذا نفاق اجتماعي، لان الناس هادو ما كانوش كيطالبوا بالحقوق ديالنا وكنا بغينا نكونوا بحال النصارى في الحقوق والدستور. هذا شرمده ديال المجتمع، حثاله المجتمع، واللي كيمشيو معاهم في الهوى ديالهم تابعين الفجر. لهذا كنقول للاخوان والاخوات الله يرحم لكم المريضين، يعني هبطوا. راه عندكم 3 ديال الشباب، واحد راه خرج مسكين، 2 هربانين، واحد راه عطاو الابراءه 13 عام ونص، واحد فيهم 24 و28، واحد راه فرجوا عليه لان قال لك سيدي ما تبت عليه والو، وراه 2 هربانين، واحد مهربان وواحد مجهول. فانا كنعاون نقولها المغاربه الاحرار العياشه اللي كيبغوا الملك ديالهم، نتوما المغاربه اللي جيتوا لاسبانيا سياحه وعندكم الفلوس وما محتاجين اسبانيا، ديروا وقفه احتجاجيه وناضلوا. ما تسمعوش الكذوب ديال البنت ترجعت في كلامها وهاد سوء تفاهم قال لك، وما ها هو سوء تفاهم فين وصلنا. ندير اي حاجه على قبل المشاهده. سبحان الله، برشلونه هذه ما عرفتش كيخرجوا فيها هذه المشاكل، ما فهمتش. ضروري خصني نقول شي حاجه. راه الكذوب راه حرام، راه فلوس ديال الحرام كتدخل النار، المعده دي كتعمرها الكرش كتعمر بالنار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم الخوت، هذا ما كنطلبوا ان شاء الله التوفيق للجميع، والله يخرجنا من دار عيب لعيب، والله يحفظ خواتاتنا وخوتنا وامهاتنا وزوجاتنا المزوجين اكيد، وجميع المسلمين في بقاع العالم. احبكم في الله. لايك وبارطاج الى عجبكم المحتوى، ما عجبكمش خليكم مع طريقه في كلامها وهناك سوء تفاهم، وغطيو الشمس بالغربال. يلا.